الأخبار الموجزة ليوم الأحد. صرحت وزارة النقل والطيران إن هناك زيادة كبيرة في عدد الرحلات الجوية في أجواء المملكة مقارنة بالأشهر الستة الماضية. صرحت وزارة المالية إنه بعد وصول إمارة أفغانستان الإسلامية إلى الحكم تم تخفيض الرسوم الجمركية للبلاد من 50% إلى 70% على المنتجات الغذائية. يقول المتحدث الرسمي باسم الإمارة الإسلامية المولوي ذبيح الله مجاهد: عملتنا الأفغانية تتخذ خطوات إلى التقدم ضد العملات الأجنبية. أقامت إدارة المكتبات العامة بوزارة الإعلام والثقافة أمس ندوة لمدة يوم واحد في منطقة السيد نور محمد شامين في المنطقة الثامنة بمدينة كابول. التقى رجال الأعمال الأفغان المقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة بمسؤولي القنصلية الأفغانية وشارك مشاكلهم مع المسؤولين وطالب إنشاء صندوق لمساعدة المحتاجين في أفغانستان. كما أكد القنصل الأفغاني على حل جميع أنواع المشاكل. يقول مسؤول دائرة بلدية قندهار إنهم جمعوا عائدات 447 مليون أفغاني منذ بداية السنة المالية الحالية 1401 هجري شمسي حتى نهاية الشهر 11 للعام الجاري. تبرع متطوع الهلال الأحمر الأفغاني بالدم للمرضى في مستشفى المقاطعة بغلان. تم تحديد 21 نوعا من المركبات لمطار كابول من قبل هيئة المعايير التابعة لإدارة المعايير الوطنية. تم زرع 230 شتلة على تل منطقة كارتنو.